السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشاهد هدف النادي المصري ضد فريق بلاك بولز في الكونفدرالية الأفريقية لعام 2024-2025. هنلاحظ هنا ان بداية الهدف كرة أمامية من باهر محمدي تصل إلى اللاعب صلاح محسن اللي بيلعبها رأسية أمامية ناحية اليمين. وهنا هنلاحظ ان مدافع نادي بلاك بولز بيحاول أن يصل معه إلى الكرة ويضغط على صلاح محسن، ولكن يصل إليها صلاح محسن ولعب نصه كرة أمامية رائعة ناحية ميدو جابر من ناحية اليمين اللي بيستلمها بالفعل ويتجه اتجاه المرمى. وهنا بيحاول مدافع بلاك بولز أن يصل إليه، وهنا يقوم اللاعب ميدو جابر بالاتجاه يسارا، وهنا راوغ بالفعل مدافع نادي بلاك بولز، وهنا بيلعبها كرة صاروخية رائعة على يمين حارس مرمى فريق بلاك بولز ليحرز ميدو جابر هدف النادي المصري ضد فريق بلاك بولز في الكونفدرالية الأفريقية لعام 2024-2025. والجدير بالذكر أن هذه المباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين 1-1. وفي النهاية أتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من مشاهدة أهداف المباريات القادمة وتحليلها. شكرا لكم.